ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم حلقة جديدة من برنامج 3 بونت. احنا زهقنا والله. زهقت ليه؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيب. متنساش تعمل لايك وشير. احنا بقالنا كتير ما طلعناش عشان رمضان الوقت ضيق طبعا. كذب. لا هو رمضان الوقت ضيق فعلا، كدب ايه؟ كذب والله، ان احنا ناس تقيلة شوية. رمضان الوقت ضيق، فاحنا ما بين البيت والشغل والكلام ده مفيش وقت ان احنا نيجي نصور. ما عندكش نص ساعة تيجي تصور؟ يا عم اقفل يا عم. احنا لا والله الحوار خفيف كده النهارده يعني. الحوار يعني عايزين بس نحط اي فيديو عشان لقينا ان بقالنا 15 يوم ما نزلناش فيديو. والصراحه برضه مفيش احداث، يعني مفيش بالظبط. حاجه. يعني عارف اللي هو الاثاره اللي حصل. الغريبه ان الاثاره اللي حصلت الدوري المصري لما ابو كريم بطل يتفرج. لا دوري مصري ودوري اسباني برضه الاثاره شغاله. دوري اسباني ودوري انجليزي برضه. لا ثانيه، الدوري الاسباني طول عمره برشلونه وريال مدريد. انا اعتمدت مفيش اثاره هنا، مفيش اثاره هنا. لا انت عندك الريال وبرشلونه بيتنافسوا يعني على حصلت عيل الدوري. حصلت كتير. بس لا السنه دي يا عمي اقعد ادور. اقعد الله يخرب بيت ده حوار. ماشي. عادي يبقى احصائيات. لا هقعد ادور على عين لم كاف. عندك الارسنال برضه السيتي عارف انت ده طلع يجري وهيجيب. الفرق كان 10 رجع 4 رجع 12 رجع 2. جميل الارسنال. يعني مش عارف هل اللعيبه وهي بتنزل مش بتبقى فاهمه ان هي بتنافس على دوري؟ اصل انت رايح تتعادل مع الولفز اخير الدوري، يعني الاول بيلعب الاخير، انت رايح تتعادل معاهم بجد والله. هو الارسنال ما تفهمش دماغهم عامله ازاي. سيبك انت، احنا دلوقتي في المتعه الكرويه الدوري المصري. متعه ما بعدها متعه ما حصلتش من سنين السنين. واخدين بالكم انتوا الاهلي المركز الكام؟ بقيتوا الثالث رابع. لا ما سيراميكا نزل تحتكم عشان هو زياده عنكم ماتش. ايا كان يعني. ايه ده لسه سيبك من الاهدى وبتاع في اثاره لسه في 7 كام 10 ماتشات تقريبا بنتكلم في اثاره الدوري. ايوه لا انا بكلمك، هو اللي حصل ان فعلا في النهارده انت بتتفرج الماتش، الجون اللي بيجي بيغير نتائج ايه الترتيبات كلها. نقطه بالظبط يعني. والنهارده ان الاسماعيلي بيتعادل مع سيراميكا، خساره. دي حاجه يعني من نوادر قوي ان هي تحصل، بس تمام. نوادر ان الاسماعيلي، فاكر انت الاسماعيلي ده يقول لك كان من النادر انه يتعادل كعكس، فاهم ان هو طبعا اجمل ماتشات انت النادر انه يتعادل ان هو بيكسب كسب 3 ماتشات. عايز اعرف كسب مين؟ كسب الاسماعيليه واي اتنين مش شايفين قدامهم. بس المهم ان يعني الدوري المصري شادت حيله، والزمالك عامل شغل والله غير متوقع، وفي اي حال من الاحوال لا الناس دي نحييها. والفريق اللي لازم يتاخد على وشه فعلا والله العظيم 3 بدون اي مجامله ولا مبالغه، المصري لازم ياخد على وشه. عشان انت متهيألك، احنا قلنا الكلام ده 100 مره، بس انت متهيألك اداره ومتهيألك فلوس ومتهيألك فنادق واقامه كل حاجه. انت متوفر لك كل حاجه اي لاعب عايزها. تنزل تكسب. المفروض ان انت تنزل تكسب. يعني انت معلش، هل سيراميكا كليوباترا احسن منك؟ لا ما اعتقدش. انت نادي جماهيري، نادي حاطط فلوس من كابل ابو علي، ان النادي ما عندوش مشاكل، الناس اصلا مش باصه عليك، انت بعيد، يعني انت مش موجود، محدش فوكس عليك زي الزمالك زي الاهلي زي بيراميدز زي سيراميكا. دلوقتي انت نادي بره، المفروض تنزل تكسب. فانت نادي غريب بالنسبه لي الصراحه. الاهلي برضو لا يعني الاهلي ما تفهمش. الاهلي في حاجه غلط في حوارات الصفقات والكلام ده، حاجه مش مفهومه. يعني انا غير مقتنع. يعني انا لما تروب ده كسب 3-4 ماتشات برضو كالعاده الناس بتطلع تهيص وتشهيص وتقول لك احنا ومش احنا والكلام ده. هو لاعب مين ولا كان شكله ايه ولا الكلام ده كله اساسا؟ لا هو الصراحه اول 3-4 ماتشات الشكل تحفه، عمل باسس، عمل مش عارف ايه. بعد كده اول ما انت رحت افريقيا رجعت انت مش موجود، انت ما جيتش. حتى الاحصائيات اللي بتيجي تقول لك اول 30 ماتش ولا كام، اول 30 ماتش لموسيماني وكولر وتروب، لا موسيماني وكولر ما خسروش ولا ماتش، واحنا كنا يعني موسيماني جايين عليه. وتروب الناس بتقول لك ان هو جامد ومش جامد، خسران 3-4 ماتشات ومن فرق ما تستاهلش، يعني الفرق اللي انت خسران منها انت كده. بس انت شفت ماتشين الجيش الملكي؟ لا يا عم انا بقول لك، لا ما قبل ماتش الجيش، قبل ما كان في السفريه بتاعت مين شاف الناس سافرت ولا تقريبا بتاعت الجيش الملكي، بعديها وهو مش موجود. من اول ماتش الجيش الملكي وحش جدا. في حاجه حصلت برضه. هتلاقي اوضه اللبس فيها حاجه من، يعني انت اوضه اللبس دي مشكله في كذا فريق يعني.
ممكن نروح دوري ابطال اوروبا في نتيجه غريبه جدا الانتر مع بودو فريق فريق مش عارفه اللي سجل عليه كاموتش. ده فريق منين اصلا الفريق ده؟ نرويجي. فريق نرويجي من النرويج تاني من نجريك، خد بالك ما تضربش بس. في مفاجآت في دوري الابطال؟ مفيش مفاجآت في دوري الابطال. مفيش مفاجآت ولا مفيش اي حاجه خالص. مفيش والله العظيم ثلاثه، حتى الاسبان مفيش حد ولا حد اصلا دخل شتمنا انتوا فين. مفيش حد اصلا شايفك اساسا. يعني لو انتوا عندكم اقتراحات نعملها في ال 15 يوم دول. فاضل 15 يوم، فاضل 25 24. النهارده احنا 6 رمضان صح؟ وطبعا انتوا تقريبا ممكن تكونوا شايفين ان احنا اصلا ما نطلعش خالص عشان ما تفطروش علينا. الفتره الجايه. لا عشان العباده يعني احنا نيجي نصور ونضيع وقتها والكلام ده. احنا عايزين الناس تركز. انت بتقول ايه؟ تراويح عشان ما يفطروش علينا. تراويح وقران والحاجات ديت. يعني انت ممكن تشوفنا الساعه اللي قبل الفطار عشان انت كده هتفطر. هتضيع صيامك ايه اخر اليوم. تبقى حلوه الساعه اللي هي بايه من 4:30 ل 5:30 ديت. احنا بس واحنا هنحاول ننزلك الفيديو في الوقت ده. احنا محتاجين بس فرق تيجي تلعبنا. احنا هنبقى 2 قصاد 2 العب. عايزين العاب، عايزين فوازير يعني. اللي انتوا عايزينه موجود ان شاء الله. يعني احنا هنبقى 2 عشان احنا مش صعب نتقابل احنا الثلاثه. احنا اتقابلنا احنا الثلاثه في يوم من الايام وكسلنا نصور ونزلنا. المهم هنبقى 2 قصاد 2 ونشوف اللي يكسب هنقول له مبروك. هنجيب له طبق قطايف. معاك فلوس؟ قطايف ولا طايف الحاجات الحلوه دي. المهم ما كانش معاكم النهارده حلقه جديده عشان هي مش حلقه اعتقد يعني. ونشوفكم ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب. لو عندك كومنت خليه لنفسك. وسلام عليكم.